بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية وأن لا أحيد عن احترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي. هذا اليوم قام زملاؤنا الملتحقون بهيئتنا والملتحقون بلائحة التمرين بها بأداء القسم القانوني المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون منظم لمهنة المحاماة أمام أنظار الهيئة القضائية التي رأسها السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإسلام في أكادير بحضور السيد الوكيل العام بها. نحن ارتأينا أن نوضح خلال هذا المحفل بأنه نرحب بزملائنا الملتحقين وبأنه مهنة المحاماة لا زالت بخير وستظل بخير. لسنا هنا لنقول بأنه ضد أي التحاق، على العكس هي ترحب بكل الملتحقين، ولكن يتعين أن نضع حدا لهذا الاستثناء الذي تسير عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تدبير مرحلة أساسية هي المرحلة الانتقالية بين مرحلة الطالب ومرحلة المحامي، أقصد بذلك مرحلة التمرين. لماذا؟ لأنه لم تعد تلك الأساليب التقليدية التي تمر بها فترة التمرين من خلال انتساب لمكاتب، من خلال ممارسة داخل المحاكم، هي التي تكفل أن تصنع لنا محامي الغد. يتعين على الدولة أن تنزل التزامها القانوني الوارد بقانون سبتمبر 1993 والذي تملصت من تنزيله على أرض الواقع طيلة 30 سنة. يتعين أن تنزله على أرض الواقع حتى تعبر بالصدق على أنها بالفعل لديها غيرة على العدالة، على المحاكمة العادلة، على دولة الحق والقانون، على دولة التدبير القضائي في هذا البلد. أن نكون لازلنا في مرحلة الاستثناء في تدبير مسألة التكوين، مسألة لم تعد مقبولة، ولا يمكن أن نفتح الأبواب للمحامون دون أن نضمن لهم التكوين أساسي، وهذا هو سبب خلافنا مع السلطة الحكومية وأكدنا عليه بهذه المناسبة. وأتمنى لزملائي الملتحقين كل التوفيق. السمية ديالي شهيدة الغربي، والسمية ديال بنتي أميرة وهبي. أنا مفتخرة بها، وصلت بالمجهودات ديالها والزملاء ديالها تما الله يكمل عليهم بالخير. وشكرا بزاف لختي حسنة، وشكرا بزاف لماما، كلشي الحمد لله، فرحت بزاف والله.